يلا هنعمل قطايف سهلة اقتصادية سريعة، مقاديرنا سهلة جدا وطالعة في منتهى الجمال. هتعجبكم جدا. ويلا نسمي الله وندخل نشوف المقادير. بسم الله الرحمن الرحيم. نجهز شفشق الخلاط بتاعنا، هننزل عليه 3 كوبايات مية دافية دافية خفيفة يعني زي دمعة العين. نزلي عليهم 2.5 كوبايات دقيق جميع الأغراض، نص معلقة من الخميرة الفورية، 3 معالق من السكر، ونضربهم ضربتين في الخلاط. وعايزين الخليط بتاعنا سايل زي كده، ونسيبها ترتاح 10 دقايق، ما تكتريش عن 10 دقايق. هندخل بقى نعمل الشربات بتاعنا. كوباية من المية عليها 2 كوبايات من السكر وعصرة ليمونة، على نار هادية. هتسيب الشربات يستوي. أول ما يستوي ويجهز معاكي هيقعد حوالي 10 دقايق، يعني 10 دقايق ما تكتريش. وبعد كده دخليه التلاجة بعد ما يبرد عشان يتقل معانا. هاتي بقى الطاسة بتاعتك سخنيها واعملي اختبار في واحدة وشوفي الدنيا معاكي ايه، واعملي بقى الحجم اللي انت عايزاه. كده تمام جدا. اول الفقاقيع بتاعتها العجين دي ما تجف معاكي، شوفي لونها من تحت وخدي اللون اللي انت عايزاه، لون بقى فاتح، لون احمر اللي يعجبك. شايفينها طالعه مساماتها ضيقه وفي منتهى الجمال. ووصلي بقى لكل ما هتسخن الطاسه معاكي كل ما هتديكي لون من تحت. شايفه اللون الاشقر الجميل ده؟ عايزه تغمقيها عن كده براحتك. وهاتي بقى صينيه وافردي عليها فوطه ورصي عليها القطايف بتاعتك، وخلي بين القطايف فوطه. ما تحطيش قطايف فوق بعضيها عشان ما تلزقش معاكي. بين كل طبقه وطبقه فوطه معاكي لحد ما تبرد، وبعد كده رصيها. والحشوه بقى بتاعتك 2 زبيب، 2 جوز الهند، 2 سوداني. طبعا هتختاري الحشوه اللي انت عايزاها، بس دي حشوه اقتصاديه. واقفلي عليها واضغطي عليها كويس عشان مفيش حاجة تفك معاكي في الزيت. عايزة تحتفظي منها تحطيها في طبق فويل وتغطيها بستريتش وتدخليها الفريزر. هتبقى برضو كويسة معاكي، بس يفضل ان انت تعمليها في يوميها، لان هي القطايف سهلة وسريعة ما بتاخدش وقت. وكل ما بتكون طازة معاكي في نفس اليوم بتتيجي نتيجة افضل وما تفكش معاكي. شايفينها جميلة جدا واخدة الوان حلوة قوي. هاتي بقى طاسة ونزلي عليها حبة زيت حلوين كده، وهنبتدي نحمر حبة ونشوفهم مع بعض. هي هتفك ولا تعمل ايه؟ لا بصراحة جميلة وتحفة جدا. مقادير دي اسهل مقادير يا جماعة، دقيق ومية ونص معلقة خميرة. وهنبتدي نشيلها. اول ما تشيليها نزليها بقى في الشربات. شايفة الشربات جميل قوي ازاي؟ حطيته في التلاجة فتقل وبقى حلو. نزلي القطايف سخنة على شربات بارد، وغطسيها كويس وطلعيها على مصفى عشان اي شربات زيادة يتصفى معانا. شايفينها جميلة مفيش اي حاجة فكت معانا علشان القطايف طازة وبتضغطي عليها كويس، يعني مش مستاهلة تشيلي وتخزني منها في الفريزر. وكده بنصفيها، نشيل اي شربات زيادة ينزل معانا. بعد كده هنعمل قشطة سهلة برضو اقتصادية. طاسة هتنزلي عليها 2 كوبايات من اللبن، 4 معالق من النشا، و4 معالق من السكر، علشان انا عايزاها تخينة وسميكة مش سايلة. وابتدي قلبي على طول كده لحد ما تجمد معاكي وتديكي سمك تقيل عشان ما تقعش مننا في الحشوة بتاعتنا. يبقى كل كوباية من اللبن هتنزلي عليها 2 معلقة سكر، 2 معلقة نشا، ومعلقة كبيرة من وش اللبن أو قشطة لو عندك، أو حتة زبدة لو عندك، عشان تدينا بس طعم القشطة وتبقى تقيلة. أنا كان عندي وش اللبن حطيت منه 2 معلقة. هاتي بقى القطايف بتاعتك، اقفلي النص وسيبي النص مفتوح، بقها حلو واسع كده مفتوح عشان هتنزل الزيت كمان. ممكن تحشيها وهي كده وما تنزليهاش الزيت تحمريها، وممكن تعملي جزء في الزيت وجزء تخليه طري زي ما هو كده. اللي يعجبك اعملي. انا هعمل حبة من ده وحبة من ده. اقفلي النص وسيبي النص التاني مفتوح، بقها كده يبقى كبير عشان تعرفي تحشيها ما تلمش تاني معانا في الزيت.
شايفينها بتتقفل بكل سهولة علشان هي طازة، عجينتنا حلوة وطرية. هنحمرها وبعد كده نطلعها نصفيها برضو، والقشطة باردة والقطايف باردة، ونبتدي نحشيها. بس على فكرة القطايف المتحمرة في حشوة القشطة بتبقى أحلى، يعني دي وجهة نظري، وانتوا اعملوا الاتنين واحكموا بنفسكم. بعد كده بقى حطي عليها اي حاجة من الوش، سوداني مجروش، اي حاجة موجودة عندك، جوز هند، اي حاجة تدي بس شكل من فوق. على فكرة اللي انا عاملاه دوت مش فستق، ده سوداني، وحطيت عليه نقطة من اللون الاخضر وضربتها في مطحنة الخلاط ضربة خفيفة كده، وادتني شكل الفستق. ونتصرف، وحاجة كلها اقتصادية في اقتصادية. هاتي بقى حبة من الشربات وابتدي رشي على القطايف المحشية قشطة، عشان اللي عايزها مسكرة. اللي مش عايزها مسكرة ممكن ياكلها كده من غير ما نرش عليها شربات.